وبعدما ادى العبد الصالح تحية المقابر تنحى جانبا في مكان قريب من القبر وصلى لله ركعتين. فلما فرغ من الصلاة اخذته سنة من النوم فنام، فرأى اخاه الميت يقدم عليه يجر اكفانه ويسلم عليه ويقول له يا اخي اصليت ركعتين الان؟ قال نعم. قال والله الذي لا اله الا هو لو اذن الله لنا نحن الاموات ان نصلي هاتين الركعتين لكانتا خيرا لنا من الدنيا وما فيها. الله الله، يا مالك الملك، يا مالك الملك، يا من لا شريك له، لو اذن الله لنا ان نصلي ركعتين. هذا كلام الميت للحي. لو اذن الله لنا معشر الاموات ان نصلي ركعتين لكانتا خيرا لنا من الدنيا وما فيها.